أكد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء أن برشلونة مصر على التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل. ويسعى برشلونة لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس أحد أساطير وسط البارسة والكرة الإسبانية بلاعب لا يقل أهمية على المستوى الفني. وبحسب الصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة معجب كثيرا بلاعب وسط بايرن ميونخ جوشوا كيميتش، ويرى أنه من الأسماء التي تلبي كل التوقعات. وسبق أن بدأ أوليفر كان وحسن صالح حميديتش مفاوضات التجديد مع كيميتش قبل رحيلهما عن باير، والآن سيتعين على المدير الرياضي الجديد للفريق البافاري إقناع الدولي الألماني بالبقاء. ومع ذلك فإن المسؤولية الأكبر تقع على برشلونة، الذي يحاول إقناع رابطة الليجا بخطة الجدوى المتعلقة بالرواتب لفتح باب ضم صفقات جديدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة الأهم لدى برشلونة هي استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وينت إذا عاد سينظر برشلونة إلى باقي الصفقات بنظرة مختلفة، وإن لم يحدث ذلك ستغير الأمور خاصة على مستوى الرواتب في الحالتين. ويعتمد برشلونة في صفقة كيميتش على دور المدرب تشافي هيرنانديز وقدرته على إقناع اللاعب بالقدوم إلى برشلونة، خاصة أن نجم بايرن يعتبر مدرب البارسة أحد الرموز المفضلين لديه. ويدرك برشلونة جيدا صعوبة إتمام مثل تلك الصفقة، لكنهم سيواصلون السعي لأنهم يعتقدون أن انضمام كيميتش سيرفع من جودة الفريق بشدة، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على دوري الأبطال.